الفنانة يارا تطلق أغنية جديدة بعنوان مش بمزاجك على اليوتيوب. مليون مشاهدة لكليب وأغنية يا نيالي للنجم زين العمر على قناته على اليوتيوب. النجم المصري محمد حماقي يحصد الملايين من خلال 4 أغاني نزلهم بالفترة الأخيرة، اللي هي ليمون ونعنع، حبيت المقابلة، وكفاية فراق، وآخر شي نزل أغنية ده قلبي ده. اسمعوا الفيديوهات انطونا رأيكم بالكليبات اللي نزلت. بعد أيام من إطلاقه أغنية هلا بك يا مدلع، الفنان أحمد سعد يطلق أغنية دبدب على قناته على اليوتيوب. النجم اللبناني عاصي الحلاني يستعد لطرح أغنية ملهوف عليك من ألبوم طل الملك. تامر حسني يطلق أغنية حوا من ألبوم هرمون السعادة. خلال شهر واحد أغنية وكليب يا ليالي للفنان أحمد سعد وروبي يحصد 13 مليون مشاهدة على اليوتيوب. 7.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب لأغنية وكليب ما بضعفش للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي. أسيل عمران تشارك النجم تامر حسني في كليب أغنية حوا من ألبوم هرمون السعادة. نجاح كبير حققه النجم سعد المجرد من خلال أغنيته يقول لي متى، واللي حصد أكثر من 76 مليون مشاهدة على اليوتيوب. الفنان تامر عاشور يطلق أغنية جديدة بعنوان عديت. 4 مليون مشاهدة لأغنية نانسي عجرم الجديدة تيجي ننبسط بعد أيام من إطلاقها على اليوتيوب. 1,000,000 مشاهدة لأغنية جوا عينيك للنجم صابر الرباعي والنجم الشاب أيمن العتر. أغنية كلش حلوة، اسمعوها.